لا ترفع رأسك من السجود في صلاة الفجر حتى تقول هذه الكلمة تمسح ذنوب العمر كله. وقبل أن نتعرف عليها لا تبخل بوضع إعجاب للفيديو وشاركه لتعم فائدته. إخواني الكرام، السجود من أعظم المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء، والإكثار من الدعاء في السجود مأمور به شرعا. فمن دعا في كل سجدة من سجدات الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة فلا يلام على ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الدعاء في السجود. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يشرع للمؤمن أن يدعو في صلاته في محل الدعاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، ومحل الدعاء في الصلاة هو السجود وبين السجدتين، وفي آخر الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسليم. انتهى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال